السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنتكلم عن شوية نصايح لمرضى القولون العصبي. طبعا القولون العصبي من أكثر المشاكل اللي احنا بنعاني منها في حياتنا اليومية. بنشوف مرضى كتير بالشكل ده في اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي بسبب التوتر وبسبب العصبية اللي زيادة عن اللزوم. شوية نصايح دول هي حاجات احنا ممكن نعملها في حياتنا العادية بتأثر على صحتنا. الحاجة الأولى إن احنا نطبخ أكل كويس، بلاش نبلع الأكل مرة واحدة عشان المعدة ما تتعبش. الحاجة التانية إن احنا نتجنب المشروبات الغازية ونتجنب المشروبات اللي فيها نسبة كافيين عالية عشان ما تأثرش على المعدة والقولون. الحاجة التالتة في خضروات ممكن تتعب المعدة وتتعب القولون، دي نبعد عنها زي البقدونس وزي الخس. الحاجة الرابعة إن احنا لازم ولا بد إن احنا نهدي أعصابنا، لأن ده اسمه قولون عصبي، يعني العصبية مرتبطة جدا 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 بالقولون. فنهدي أعصابنا عشان إن شاء الله نعدي الفترة اللي باقية من رمضان على خير، ويا رب دايما بصحة. كل سنة وأنتم طيبين.